بالنسبة لموضوع توزيع الإرث، توزيع الورثة، مثل ما اتفقنا وسبق وشرحت لكم فيديوهات مفصلة كل طائفة أو كل دين أو كل مذهب كيف توزع حصته. مثلا المسلمين عند المحاكم الشرعية بغض النظر عن المذهب، وعند المسيحية الطائفة المسيحية، وعند الطائفة الدرزية كيف، وكيف توزيع مدني. في شغلة بس، في بعض المسلمين أو بعض الأشخاص بيخضعوا لتوزيع يعني هن اللي بيخضعوا للحكم الشرعي، المحكمة الشرعية بيخضع أمرات بيكون عندهم عقارات بينجبروا تنعمل على حسب الإرث المدني. شو السبب؟ السبب لأنه العقار بيكون أميري. شو يعني عقار أميري؟ سبق وشرحت لكم هذا الموضوع. هو شيء خاص أيام الدولة التركية وقت اللي كانت بلبنان عقارات هيك في تفصيلية، مش مهم، بس بيكون مكتوب على السند إنه عقار أميري. اوكي، بهيدي الحالة بيخضع لحصر الارث المدني مش الشرعي. وفي شغلة تانية بالنسبة للوصية، نعرف كل العالم تعرف انه مثل عند الطائفة الدرزية الكريمة عندهم وصية. طيب، عند الطوائف المسلمة او المسيحية في حال وجود وصية رسمية. كيف يعني رسمية؟ يعني معمولة عند كاتب عدل بشكل رسمي، فبده يندرس الملف الانتقال، تتوزع الورثة بحسب هيدي شو مكتوب بالوصية، لأنه هيدي بدها تنضم للملف إجباري. أوكي،